السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض احلى طاجن كوسة ني في ني. ايوه زي ما بقول لكم كده. طيب هنعمله ازاي؟ طبعا عندنا الكوسة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، احنا غسلناها وقشرناها كده زي ما انت عايزة بقى، تقشريها مش تشرشريها زي ما انت عايزة، بس اهم شيء تغسليها قبل ايه ما نقطعها. تمام حبايبي؟ عندنا الطماطم، عندنا بصلايه مفرومه ناعم، عندنا ايه كام فص توم كده، فصين 3 توم. تمام حبايبي؟ هنقطع الكوسه بتاعتنا بقى ايه زي البطاطس كده. تمام؟ بصوا قطعنا الكوسه زي ما قلت لكم كده ايه زي البطاطس. بصوا بطريقه ميل، يعني تمسكي الكوسه كده وتقطعيها بميل شويه، وتكون القطع كده ايه متوسطه، ما ترفعهاش زياده عن كده. تمام حبايبي؟ طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنضرب الطماطم في الخلاط او في الكبه مع فصين التوم اللي احنا ايه، او كام فص توم اللي احنا قلنا عليهم. تمام؟ الخطوة اللي بعد كده، احنا دلوقتي حضرنا الكوسة بتاعتنا وقطعناها وضربنا الطماطم في الخلاط بالثوم بتاعنا عشان ما يبقاش باين في الصلصة بتاعت الطماطم، فاحنا بنضربه معاها، بنضربه مع الطماطم في الكبة او في الخلاط. تمام حبايبي؟ طب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ عندنا الصينية بتاعتنا هننزل فيها بمعلقة سمنة. احنا طبعا قلنا هنعمل طاجن كوسة ني في ني. احنا الاول هنعملها في صينيه، وبعدين بعد ما تستوي نص سوا كده هنفضيها في الطاجن بتاعنا قبل ما ندخلها الفرن. دلوقتي حبايبي هننزل بالبصله المفرومه، وهننزل عليها شويه فلفل اسمر كده، احنا مش هنحمر البصله، احنا هنشوحها. احنا بنعمل كوسه ني في ني، هنشوحها بس كده ايه، حاجه بسيطه. بعد البصله ما تتشوح بالشكل ده كده، هننزل بالكوسه عليها على طول، وهنقلب بقى ايه الكوسه مع البصله كده. اعمليها بالطريقه دي هتبقى حكايه. متنزليش بالطماطم الاول شوحي الكوسايه مع البصله، مش الكوسايه، الكوسه مع البصل. تاخد برضه تشويحه كده ايه بسيطه. عايزه اقول لكم الريحه حكايه. وانتي بتشوحي البصله لازم تحطي ايه شويه فلفل اسمر صغيرين كده، يعني حبه على طرف المعلقه، بيدوا ريحه حلوه جدا للبصله، بيدوها طعم وريحه. هننزل بقى بالطماطم. بسم الله. ايه 10 دقايق ربع ساعة كده تاخد غلوة، تدخل في مرحلة السوا، واقول لكم الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. كده حضرنا الطاجن بتاعنا، كده هننزل بالكوسة، هننزل كمان بشوية كبشتين شوربة كده مش كتير، لان كده كده الكوسة بتنزل مية. بس
نرصص بقى لحمتنا كده فوق الوش، وندخل الطاجن على الشبكة في الفرن يعني لمدة 10 دقايق، وبعد كده نشغل الشواية. كده حبايبي الصينية جاهزة تدخل الفرن. ناخد كده من الصلصة نحط على اللحمة بتاعتنا. طبعا عقبال ما الطاجن بتاعنا يخرج من الفرن، طاجن الكوسة يخرج من الفرن، هنعمل شوية رز بشعرية حكاية. ننزل بقى معلقة سمنة، ننزل بالشعرية، هنحمر الشعرية نخليها ذهبي ما نغمقهاش. كده الشعرية اتحمرت زي ما انتوا شايفين لونها عامل ازاي، لونها جامد، لونها ذهبي. هننزل بقى بالرز بتاعنا ونشوح بقى الرز مع الشعرية. الخطوة دي مهمة جدا، يخلي الرز مفلفل وما يعجنش منه. كده شوحنا الرز حلو قوي مع الشعرية لحد السمنة، الرز ما يشرب السمنة. بصوا الحلة ما فيهاش اي سمنة. احنا عايزين الخطوة دي مهمة قوي، الرز يتشرب من السمنة. هننزل بقى بمية مغلية عشان الرز ما يعجنش منك، لازم تنزلي بمية مغلية، ما تنزليش بمية باردة. تمام، بسم الله. كده الرز تمام والمية بتاعته مظبوطة. هننزل بمعلقتين زيت كده، معلقتين 3 زيت، بس زيت يكون نضيف. والملح بقى، ظبطي الملح بتاع الرز. اول ما يتشرب هتوطي عليه خالص علشان خاطر يستوي بقى ويفلفل ويبقى جميل. كده خلصنا احلى طاجن كوسة في الفرن زي ما انتوا شايفين كده، طالع حكاية، حاجة كده تحفة. واللحمة متحمرة بقى يعني كده حاجة عظمة، والرز بالشعرية طالع حكاية. عملنا أحلى أكل مع بعض النهاردة، أحلى طاجن كوسة وأحلى رز بشعرية. جربوا وما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة لازم يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.